تحتفل إسرائيل هذه الأيام بعيد استقلالها 65 الذي يخلد ذكرى ولادة فجر الحرية في الدولة اليهودية. بدأ الاحتفال الرسمي بهذه الذكرى في جبل هارتزل، حيث أقيم عرض عسكري لرفع العلم الوطني وإنارة 12 مشعلاً الذي يرمز إلى 12 قبيلة إسرائيلية. تبعها احتفالات الرقص والغناء تخليداً لأولئك الذين سقطوا ضحايا من أجل الدفاع عن الوطن. انتهى الحفل بعرض الألعاب النارية المدهشة، وعلى مدى الأيام القليلة القادمة سينظم الأصدقاء والأسر حفلات موسيقية وحفلات الشواء في الهواء الطلق، وكما ستنظم حفلات في الشوارع. وحضر المناسبة بعض من الشخصيات السياسية الرائدة في البلاد وأسرهم، بينهم السيدة سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.